كل ده في 6 ساعات بس. مبروك عليك الكيميا يا باشا، انت كده خلاص بقيت بيرفكت جدا في المعادلات ومستعد للامتحان من بكره ان شاء الله. ازاي تحفظ المعادلات الكيميائيه في 6 ساعات بس، وكمان تحفظ العضويه بشكل كويس جدا، وما تنساش تاني اي معادله كيميائيه تجيلك. السلام عليكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده حلقه مهمه جدا جدا. في 6 ساعات بس هخليك تخلص كل العضويه وكمان تحفظ كل المعادلات الكيميائيه اللي عندك في الماده ان شاء الله. ركز معايا جدا جدا لان الحلقه دي مهمه جدا وهتسهل عليك جدا 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 جدا. بس قبل ما ابدا في الكيمياء لازم اقول لك ان الكيمياء دي عباره عن ايه، او العضويه عباره عن ايه. هي عباره عن مواد، والمواد دي عملت تفاعلات، والتفاعلات دي عملت نواتج، والنواتج ديت عباره عن معادله كيميائيه، وكل ماده مع ماده بتطلع ماده جديده برمز جديد بصيغه كيميائيه مختلفه. دي بالظبط العضويه او المواد الكيميائيه. تمام، كل ده معروف. اول حاجه لازم تبقى ما تيجي تحفظ الكيمياء لازم تبقى انت فاهم وحافظ شويه العناصر اللي هي الحديد والذهب وكمان التفاعلات الكيميائيه. طيب ازاي بقى نخلص الكيمياء العضويه والمعادلات في 6 ساعات بس؟ اول حاجه يا بطل عايزك تلم كل المعادلات في كشكول واحد. ساعه ونص هتلم كل المعادلات في كشكول واحد. لو حد قال لي طب انا كنت لاممها، لا، انا عايزك من الوقت تبدا تجمع كل المعادلات بايدك وتقراها وانت بتكتب. تقرا وانت بتكتب المعادلات كلها في كشكول واحد. هتجيب من الوقت كشكول جديد، ما تقولش بقى ان احنا مش اول السنه، لا، هتجيب كشكول جديد وتبدا تكتب وتقرا كل المعادلات في ساعه ونص. هتظبط التايمر عندك ساعه ونص، لانك انت لو انت اهملت وفضلت تقول بقى هكتب شويه الوقت وكمان ساعه اكتب الباقي، لا، تقعد ساعه ونص تكتب كل المعادلات الكيميائيه وانت بتكتب تقرا المعادلات الكيميائيه. ما تحفظش، اقرا بس دلوقتي وهقول لك بعدين تعمل ايه. بعد ما انت جمعت كل المعادلات الكيميائيه في كشكول هتبدا تقوم جايب تاني، معلش، ورقه. ركز معايا جدا، معلش هي متعبه شويه بس هتسهل عليك جدا جدا. وكمان هتقول يا ده الكيمياء كانت سهله قوي والعضويه كانت اسهل، واسهل منهم المعادلات. بعد ما جمعت كل المعادلات في كشكول واحد هتقوم جايب 50 معادله كده. يبقى نبدا كده نسمي الله كده 50 معادله كده على جنب، او ما تقدرش تكتبهم تاني مثلا تقراهم. هتجيب كل معادله تكتبها باللغه العربيه. يعني مثلا تفاعل الحديد مع كلوريد الصوديوم مثلا، هتقوم كاتب تفاعل الحديد مع كلوريد الصوديوم وبعدين تقوم كاتبها بالصيغه الرياضيه. يبقى اول حاجه تكتب باللغه العربيه تفاعل الحديد مع الصوديوم مثلا بخط كده عريض وتقوم ملونه. ويا سلام بقى، يا سلام، دي موجوده في المكاتب. تجيب في استيكر اسمه استيكر المعادلات، مثلا تفاعل الحديد مع كلوريد الصوديوم مثلا بيجي لك استيكر معين كده في الحديد وكلوريد الصوديوم. في الحديد وكلوريد الصوديوم لو مش عندك مش مشكله، تعمل بس رسمه حديد وتعمل اي رسمه كده تبين ان ده اسمه تفاعل الحديد مع كلور الصوديوم. معلش، اتعب شويه اتعب شويه وربنا هيجازيك خير ان شاء الله. لازم تبقى تكتب المعادله باللغه العربيه 5 مرات كده مع بعض. تبدا مع بعض تقرا وانت بتكتب كده وبعدين هتقوم كاتبها بالصيغه الرياضيه بتاعتها. ده ليه؟ لان اللغه العربيه دايما لما بتيجي تكتبها حتى في الانجليزي بتترسخ عندك او بتحفظها اسرع من ان انت تكتبها بالصيغه الرياضيه بتاعتها. بس يبقى اهم حاجه لما تيجي تكتب المعادلات تكتبها بالصيغه الرياضيه، ماشي، وبعدين تكتبها باللغه العربيه بتاعتها. تفاعل مثلا كذا مع كذا تكتبه باللغه العربيه. ده هيسهل عليك جدا جدا جدا. بعد كده هتعمل ايه يا بطل؟ بعد كده هتبدا تقرا المعادلات بصوت عالي. تبدا تقرا المعادلات بصوت عالي. هتقوم جايب 10 مثلا في ربع ساعه مثلا تبدا تقرا فيهم بصوت عالي. 10 معادلات تبدا تقرا فيهم بصوت عالي وتكتبهم مع نفسك. تبدا تسمع مع نفسك وتكتبهم مع نفسك كده بصوت عالي. انا عايزك تعلي صوتك على قد ما تقدر. ليه؟ لانك لما بتعلي صوتك انت بتشغل كل الحواس اللي عندك، فبالتالي معدل الاستيعاب بتاعك هيزيد، وبالتالي هتحفظها وترسخ عندك بشكل اكبر واعمق جدا جدا جدا. تمام. بعد ما انت كتبت العشر معادلات وبعد ما انت كتبت المعادلات كلها، دورك ان انت تحل. مش شرط ان انت تكتب المعادلات وانك تحفظها بس من غير ما تحل، لان دايما هيجي لك في الامتحان يقول لك مثلا تفاعل كذا مع كذا بيدي لك ايه، مثلا يقول لك تفاعل ماده كذا مع ماده كذا بتنتج ايه، او مركب كذا مع كذا هيعمل معاك ايه. لازم تكونك انت متدرب كويس جدا على المعادلات. تكتب 10 معادلات تبدا تحل عليهم. بس تحل عليهم ازاي؟ ده التكنيك اللي انا اتكلم عنه دلوقتي ده. لازم تطلع من الكشكول اللي انت كتبت فيه، ما تطلعش من مذكره وما تطلعش من كتاب. انا عايزك تتعب وانت بتدور على المعادله او الصيغه اللي انت بتدور عليها في الحل من الكشكول اللي بخط ايدك اللي انت كتبته. ده مهم جدا جدا. لازم تدور بالكشكول اللي انت كتبته،
ما تجيبش الكتاب جنبك، لأ، أنا عايزك تتعب نفسك وتتعب عينك وتتعب عقلك إن يدوّر على المعادلة في الكشكول اللي أنت كتبته، أو ييجي لك سؤال أوجد مركب كذا مع مركب كذا. كل الحاجات ديّة مطروحة جدًا في الامتحان زي ما أنا اتكلمت. لو أنت متمكن من المعادلات وكاتبها وعارف كل معادلة بتتكلم عن إيه باللغة العربية، هتسهل عليك الدنيا كلها جدًا، جدًا. لو أنت مشيت كل ربع ساعة 10 معادلات تحفظها وتحل عليها، في 6 ساعات إن شاء الله تخلّص كل المعادلات دي. صدّقني معلش اتعب شوية، هي طريقة صعبة شوية لإنّك إحنا بنتكلّم في معادلات طول السنة بنحفظ فيها ومش عارفين نحفظها أصلًا. فمعلش اتعب شوية لمّا تحفظها تسمّعها مع نَفْسك وتسجّل وأنت بتحفظ. لمّا تيجي تنام بقى يا بطل تشغّلها بقى، صوتك وأنت نايم لمّا تسمعه. في جامعة نيويورك دايمًا بيعتمدوا الأسلوب ده مع الطلبة. الطلبة ما بتيجي تنام، الطلبة بتسجّل المحاضرات كلّها بrecord بصوتها، ولمّا بتيجي تنام تبدأ تشغّل المحاضرات دي. ليه؟ ده ليه؟ لإن الcommunications اللي عندك في عقلك بيحفّز جدًا، جدًا الخلايا اللي في دماغك، وبيخلّيك عندك نشاط وطاقة لمّا أنت بتذاكر وبتسمّع لعقلك. تمام؟ يبقى إحنا اتكلّمنا يا بطل، لو أنت فعلًا كتبت الصيغ كلّها في كشكول لوحده، ابعد بقى كل الكيميا الواحدة والمعادلات ديّة لمكان تاني لوحده، وكتبتها وبدأت تحفظ 5 مرّات كده وتقرأها باللغة العربية وكمان تفهمها وكمان تكتبها باللغة العربية والصيغة الرياضية، أنت تمام جدًا، جدًا فوق المعادلات. بس تحل، لازم تحل، تبدأ تحل على المعادلات وتطلّع من الكشكول اللي أنت كتبته. تمام؟ آخر حاجة وأهم حاجة، لو أنت فعلًا عايز تحفظ المعادلات ديّة صح، عايزك مثلًا تبدأ تتخيل السؤال هييجي لك إزاي. يعني إيه؟ تبدأ تعمل لنفسك أسئلة وتبدأ تقول اللي هيحط الامتحان هيعمل نفس الأسئلة دي. يعني مثلًا تقوم قايل إيه، كيف تحصل على مركب كلوريد الصوديوم مع الحديد، أو ما صيغة مثلًا الفوسفات مع الماء. تمام؟ الحاجات ديّة مهمة جدًا، جدًا لمّا تحس تفتّح مدار عقلك جدًا للسؤال، إن أنت بتحط امتحان لنفسك وبتحله من الكشكول اللي أنت عملته، وبعد كده تبدأ تحله من نفسك. كل ده في 6 ساعات بس، والله إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله هتخلّص كل المعادلات كلّها في 6 ساعات بس. يبقى اختصارًا الوقت كلّه هتعمل إيه، هتكتب المعادلات تاني بصوتك وتقرأ وأنت بتكتب. بعد كده هتقرأ المعادلات، وبعد كده هتكتب المعادلات بالصيغة الرياضية وباللغة العربية، تبدأ تحل على المعادلات دي، وبعد كده تبدأ تستنتج السؤال هييجي لك إزاي في الامتحان، وتحط لنفسك امتحان وتحله مع نفسك. كل ده في 6 ساعات بس. مبروك عليك الكيميا يا باشا، أنت كده خلاص بقيت بيرفكت جدًا في المعادلات ومستعد للامتحان من بكرة إن شاء الله. ده كانت حلقتنا عن الكيميا. لو أنت فعلًا مهتم لازم تعمل اللي أنا أقول لك عليه ده، وصدقني معلش اتعب شوية بس، ربنا إن شاء الله هيعوض تعبك ده خير وكل اللي أنت بتحلم بيها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.